لمناقشة الموضوع معنا من الكويت الأكاديمي والكاتب الصحفي دكتور علي السند. دكتور علي، مرة جديدة كلما يذكر الإرهاب يتبادر إلى أذهان الأمريكيين المسلمون، ما تعليقك؟ نعم، شكرا لكم. أضيف على ما تفضلتم به هذه الدراسة التي نشرت والتي نشرتها بالمناسبة الواشنطن بوست أيضا، أن هذه 12% من الاعتداءات التي قام بها المسلمون من مجمل الاعتداءات تم تسليط الضوء عليها بنسبة 44%، يعني بضعفين، وتم غض الطرف عن بقية وعن الكثير من الاعتداءات التي تمت. هذا الأمر يجعلنا نعيد النظر في تعريف الإرهاب عندهم الذي عرفوه بطرق مختلفة، ومن أهم التعريفات التي ذكرتها أيضا الواشنطن بوست أن الإرهاب هو التهديد أو الاستعمال الفعلي للسلاح والعنف غير الشرعي من جهة غير حكومية. وهذا التعريف كما نلاحظ يعاني من مأزق أخلاقي. أولا، هذا التعريف يجعل الفعل لا يجعل الفعل هو الإرهاب وإنما الفاعل، وبالتالي فإن ما تقوم به الحكومات، ما قامت به أمريكا في فيتنام، في العراق، في أفغانستان، في الصومال، ما يحدث في غزة إلى آخره، هذا لا يصنف على أنه إرهابا، وإن كان يستهدف الآمنين ويروع المسالمين، لكنهم لا يعتبرونه إرهابا لأن من قامت به هي جهة حكومية، وهذا مأزق أخلاقي كبير. وبالتالي وكيف سيؤثر دكتور علي كل عندما يذكر إرهابي أو متطرف على صورة المسلمين بشكل عام؟ ما هي النتائج المترتبة على هكذا دراسة؟ النتائج المترتبة على مثل هذه الدراسة أنه بمجرد ما يذكر كلمة متطرف يتبادر إلى الذهن مباشرة بأنه رجل ملتحي ذو سحنة سوداء ويلبس عمامة، بينما لو قام بنفس الفعل وأكثر منه رجل يصعد الطائرة الحربية لكنه ذو بشرة بيضاء وعينان زرقاويتان وشعر أصفر لكنه يرمي الحمم على الأبرياء في أفغانستان، فإن ذلك لا يعتبر إرهابا، وبالتالي هي ازدواجية معايير واضحة. طيب، هذا الأمر سيؤدي إلى المزيد من التوتر في العلاقات بين المسلمين في المجتمعات الغربية وفي المجتمعات الأوروبية والمجتمعات الأمريكية أيضا. كيف يمكن للمسلمين أن يواجهوا هذا الوضع أو هذه الهجمة إن صح التعبير؟ المسلمون عليهم مسؤولية كبيرة. أولا، يجب عليهم أن لا يتصرفوا دائما على أنهم متهمون على أنهم متهمون ويحرصون باستمرار على تبرئة نفسهم، لأن أحيانا هذا التصرف قد يؤدي إلى نتائج عكسية. الأمر الآخر على المسلمين أيضا أن ينشطوا إعلاميا وأن يستعملوا نفس الأدوات التي تستعمل، وأن يبذلوا مجهودا كبيرا في هذا الاتجاه، وأن يخاطبوا الغرب بلغته التي يفهمونها. أيضا عليهم أن يمتلكوا أسباب القوة. عندما نتحدث عن أسباب القوة لا نعني بذلك بالضرورة أسباب القوة العسكرية، وإنما القوة الإعلامية والقوة المالية والقوة الاقتصادية والقوة السياسية، وأن يتصلوا بالمنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية، وأن يكونوا على اتصال دائم بهذا العالم وبالمنظمات الدولية. عليهم أن يطرحوا مفهومهم للإرهاب وأن يغيروا مفهوم الإرهاب الذي يتم تداوله ويتم غرسه في أذهان الناس عن طريق وسائل الإعلام. لذلك على المسلمين أن لا يكتفوا فقط بموقف المتلقي للتهم والمبرئ لنفسه ويلعبوا دائما دور المحامي أو دور المظلوم الذي يسعى لتبرئة نفسه، وإنما عليهم أن يبذلوا المزيد من الجهد لتعريف الناس بحقيقتهم، بتعريف الناس بدينهم، بثقافتهم. عليهم أن يتصلوا دائما بوسائل الإعلام وأن يؤسسوا ويبنوا إعلاما خاصا بهم قادرا على أن يطرح آراءهم ويطرح صورة المسلمين الحقيقية التي نؤمن بها جميعا، والتي في الحقيقة هي الحقيقية وليست الاستثناءات التي تحصل هنا وهناك. وكما قالت الدراسة لا تتجاوز 12.5% من مجمل الاعتداءات التي حصلت من عام 2011 و2015، هي نسبة ضئيلة جدا. نعم. لكن الإعلام يسلط عليها الضوء بهذه الطريقة وبهذه الصورة الكبيرة. الأكاديمي والكاتب الصحفي دكتور علي السند، شكرا جزيلا لك.